خسرت الدنيا يا اولاد واللي بيحصل فيه. يلا حجي سطور يا حجي سطور، سلام عليكم. الله وبركاته. الواحد بقى يقلق من دخلاتك يا حاج يا دبور. ابو ده انا اللي قلقان وزعلان. زعلان ليه يا حاج؟ زعلان ده بنعتب والله ما نقدر على زعلك يا حاج. لا، اللي انت عملته فيا ما حدش يعمله ابدا. عملت فيك ايه انا بس؟ لا حول الله يا رب. يا حول الله يا راجل، نيجي نقول لك روح شوف اللي جسلي نبض البت بالمرعى بتاع الكلينيك. تقول تروح تتجوزها تخطبها بنفسك يا راجل، اتقي الله يا حاج دبور. الله وكيل، الله وكيل بيني وبينك. نزل ايدك بس، نزل ايدك، نزل ايدك واهدى. انت كلفتني ايوه، واني مبسوط ان انت جيت. ايوه انت فاهم الكلام؟ ويعني بتطلب مني ان انا نخش في حاجه زي ديت وتكبرني فيه. ومال خلاص. وانا من ساعه ما حصل الموضوع ده وانا وش منك في الارض، انا مش عارف نعمل ايه. ليه بقى؟ ليه قلت لي ليه؟ نقول لك انا ليه. انا اول ما دخلت عند عمك مرعي بتاع الكلمه، سلام عليكم يا جماعه، العصير من هنا، الشاي من هنا. انت فاهم الكلام؟ مسند يا بت، مسند يا ولا، ده احنا جزرنا النبي، ده احنا مش عارف ايه، والحكايه اللي انت بتتعمل لي دي في كل بيت. ما انت عارف انا راجل ليا قيمتي. احنا عشان كده جيت لك. الله ينور عليك. انت فاهم الكلام؟ أيوه. طيب قوم ايه بقى؟ انا قاعد بعد ما شربت شاي وعصير خلاص والسهرايه، وكان معانا واحد رخم كده ماشي طلع، قلت نستفرد بالراجل. يا حاج مرعي قال لي خير يا حاج. قلت له دلوقتي احنا طالبين القرب منك في بنتك هنادي. ماشي. لسه هنقول للحاج دبور ما كملتش ولقيت بقى خد عندك. ايوه زرغات يا بيت. زرغات اشتغلت في قلب البيت. شربات يا بيت. السكر يا بيت. في ايه بقى؟ انا ما اناش عارف. اوقف يا حاج، لسه عايز نفرمله ما نشفى. ايه يا بيت؟ في ايه؟ مراته جايه تسال في ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج مرعي؟ ايه اللي حصل؟ قال لها الحاج ده يوم الانا ده الحاج ساتورجي يخطب مين؟ بنتنا. ما لحقش بقى لا يقول لا لي ولا لابني ولا انا حتى نقول لا ليك ولا لابنك. لقيت البنت ذات نفسها داخله بصراحه هي حلوه. خلاص ده اللي حصل. وما عرفتش ان انا يعني لقيت لهفه الراجل، انكسفت بينه وبينك يا حاج ان انا نكسر بخاطره ان هو ياخد شرف. وانت بصراحه شرف ان هو يناسب الحاج سطور. لو انت وشك شوف يا حاج سطور والله العظيم ما رضيت نكسره. طبعا لما يبقى من الحاج سطور لدبور فما رضيتش نكسر بخاطره. ايوه، من السماء للارض. من السماء للارض. انت فاهم الكلام؟ هو ده اللي حصل. وبعدين يا اخي اللي ياخد بالجزمه عشان خاطر الحاج سطور. وبعدين يا اخي يا عم حرام عليك يا اخي، ملحوقه هي البنات خلاص. الولد متنايل على عين امه. بيحب مين؟ من طرف واحد. ده البت عماله تزرغت هناك لما عرفت ان انا اللي داخل. هو انا يا دوبك لسه بتكلم ابوها تك 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 كانهم كانوا مستنين يا حاج، ولا ما نعرفش ايه اللي حصل. بس اتاري الواحد ليه هيبه وما يعرفش. يعني ليه هيبه كده سابقاه. هو يا عم ابنك سهل يا عم تشوفوا له اي حد. فاهم؟ هذا اللي حصل. وانا والله من يومها وانا عيني منك في الارض. لا واضح. وما اناش عارف نجيبها لك ازاي. صراحه البت طلعت من البنت كانت يعني قلت يا عم حلال عليك وحل حمل يشيل زي ما بيقولوا، وحلال عليك. وانا ما عادش جاي لك لحاجه تاني، وانت ما عادش الكبير بتاعي يا ابن الحاج سطور. كبير البلد. كبير البلد على نفسك يا ابن شاور على اي حد وانا نجيبها لك. ما عادش نروح تخطبها اخرى. هو الواحد ليه كم واحده يا ابني؟ دي خلاص دي الرابعه. ما عادش جاي لك تاني، ما عادش جاي لك تاني. اخرة اللي يعمل خير في البلد.